في إطار المهرجان الوطني للإنشاد في طبعته السادسة، عاشت ولاية أضرار وعلى مدار 3 أيام عروضا مختلفة بمشاركة مختلف الجامعات عبر الوطن. حقيقة ميز هذه الطبعة المشاركة الفعالة لحوالي 22 فرقة إنشادية من مختلف ولايات الوطن، مختلف الجامعات الوطن. فرصة كذلك للطلبة المشاركين من مختلف الولايات لتبادل الخبرات، لتبادل الثقافات، للتعريف بالمنشدين، للتعريف بالإنشاد، للتعريف بالفن، للتعريف بالأصالة، لترقية وصقل المواهب الشبانية ودعمها. المستوى الفني في تصاعد، كل طبعة جينا بنكهة خاصة، والجميل أنه الطبعة التي تأتي أفضل من التي قبلها. يعني المهرجان هو في منحنى تصاعدي، وطاقة الشبانية الإبداعية للطلبة اللي جاوا، فأكيد إن شاء الله نتمنى يكون فيها أطباق فنية جميلة نستمتع بها في خلال هذا المهرجان. الإنشاد عند هؤلاء مهرب وحياة بعد موت، حيث عرف المهرجان تنافسا قويا بين المشاركين. رانا ان شاء الله متمنين الاحتكاك اكثر بالمنشدين، باسكو كاين فرق انشاديه مش غير طلبه جامعيين فقط، وكاين فرق انشاديه واللي هما اهل اختصاص، احنا نتعلموا منهم وما يتعلموا منا، وهذا هو الهدف من هذا المهرجان. وان شاء الله ان شاء الله ماذا بينا نكونوا من الاوائل ان شاء الله في هذا المهرجان. باه نشاركوا في المهرجان الوطني للانشاد والمديح، وان شاء الله المرتبه الاولى تكون من نصيبنا، وجينا باه نعرفوا العادات التقاليد تاع الصحراء. إلى ولاية أضرار من أجل المسابقة، ولما لا الحصول على المرتبة الأولى، وكذلك من أجل معرفة كل تقاليد بولاية أضرار وتبادل بين الطلبة الجامعيين من أنحاء جميع الولايات. أجواء رائعة عاشها الطلبة خلال المهرجان، ما خفف عنهم ضغط الدراسة وروح عليهم ولو قليلا لإنهاء الموسم الجامعي بقوة.